إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأحذركم ونفسي عن عصيان الله فقد خاب المبطلون وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. عباد الله، قد آذنكم الشهر المبارك الفضيل بالرحيل والانصرام، وأعلم العباد بالانقضاء والانتهاء، وكثير منا يفرح ويسر بانقضائه وقليل منا آسفون وقليل من عبادي الشكور. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. عباد الله، ألا من كان منكم مجتهدا في الخيرات وأنواع الطاعات من صلاة وصيام وقيام وذكر الله وقراءة القرآن والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه، ألا فليحمد الله على ذلك ثم ليستمر بقية عمره على تلك الحال. ولسان حاله يقول: فررت إليك من ظلمي لنفسي وأوحشني العباد فأنت أنسي. رضاك هو المنى وبه افتخاري وذكرك في الدجى قمري وشمسي. قصدت إليك منقطعا غريبا لتؤنس وحدتي في قعر رمسي. وللعظمى من الحاجات عندي قصدت وأنت تعلم سر نفسي. عباد الله، ألا من كان منكم مقصرا في الاجتهاد بالطاعات مسيئا في معاملة رب العباد، ألا فليستدرك قبل فوات الأوان. ألا فليستدرك قبل فوات الأوان بسد الهفوات، وليسد الهفوات بشد الركائب إلى الله سبحانه وتعالى. ولسان حاله يقول:
يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ظني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. عباد الله، من كان مقصرا منكم في هذه الشهر المبارك فليستدرك الفوات وليبادر إلى الطاعات والخيرات، وليتب إلى الله سبحانه وتعالى ما وقع منه من هفوات وزلل. فإن لقيت يا عبد الله من رب العالمين قبولا وترحيبا من رب العباد فيا فرحتها، فيا لها من فرحة ما أعظم موقعها، ويا بردها على القلوب والفؤاد. وإن تكن الأخرى فإنما فات لا يعود، وما هو آت، وإن غدا لناذره قريب، وإنما تجزون ما كنتم تعملون، وكل نفس بما كسبت رهينة. ازدد من الطاعات واستكثر من النوافل والإنفاق في وجوه الخيرات مع الالتزام بالفرائض والواجبات، لعل رحمة ربك حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. تعالج بالتطبب كل داء وليس لداء ذنبك من علاج، سوى ضرع إلى الرحمن محض بنية خائف ويقين راجي، وطول تهجد بطلاب عفو بليل مدلهم الستر داجي، وإظهار الندامة كل وقت على ما كنت فيه من اعوجاج، لعلك أن تكون غدا عظيما ببلغة فائز مسرور ناجي. أيها المسلمون، وبما أننا مقبلون في عيد الفطر وزكاة الفطر، فمن المستحسن أن نشير بخطوط عريضة باختصار إلى أحكام زكاة الفطر باختصار في النقاط التالية. أولا، زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ثانيا، الأصل في وجوب الزكاة، أعني زكاة الفطر أو صدقة الفطر، الأصل في وجوبها عموم كتاب الله وصريح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. أما عموم الكتاب فمنه قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكذلك الأدلة العامة في الكتاب والسنة في الأمر بالزكوات والصدقات. وأما صريح السنة فمنها أحاديث كثيرة، نقتصر على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين. متفق عليه واللفظ لمسلم. أما الإجماع فقد نقل بعض العلماء الإجماع على وجوب زكاة الفطر، وأنها تجب على كل مسلم في نفسه وفي أهل بيته ومماليكه الحاضرين،
منهم الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى. ثالثا، على من تجب الزكاة عليه، تجب الزكاة على كل مسلم عنده فضل عن قوت يومه وليلته وعن قوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه. وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يخرجها عن كل من يعيش منهم على كل من يعيش معهم، وإن كانت نفقته لا تجب عليه، حتى إن بعضهم كان يخرجها عن الحمل والجنين، كما فعله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف. رابعا، وقت وجوب الزكاة أو وقت الوجوب. ووقت الوجوب عند العلماء هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. فعلى هذا من تزوج أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فقد وجبت عليه الزكاة. وكذلك من مات بعد غروب الشمس من ليلة الفطر فالزكاة عليه واجبة. خامسا، الطعام الذي تخرج منه الزكاة وهو غالب قوت البلد، أعني الأطعمة التي يقتاتونها، فكل بلد ومصر من أمصار المسلمين أو قرية من قرى المسلمين فالواجب عليهم أن يخرجوا القوت الذي يقتاتونه أو الطعام الذي يغلب عليهم استعماله. والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر: وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، إشارة منه رضي الله تعالى عنه إلى تعليق الحكم بالطعام الذي يغلب على الناس. وكان الشعير يوم ذاك من طعام، أي من طعام المسلمين ومن أهل المدينة، فأي طعام يغلب في بلد أو قرية أو مصر من أمصار المسلمين فيجوز إخراجه زكاة للفطر. وكذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، إشارة منه أيضا رضي الله تعالى عنه إلى أن الحكم معلق بالطعام الذي يغلب على الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والخيرات، والصلاة والسلام على رسول الله وآله أهل الفضل والبركات. عباد الله، وصالا إلى ما سبق من أحكام الزكاة، نقول: سادسا، مقدار الطعام، مقدار الصاع الذي تؤدى به الزكاة، وهو صاع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف الناس في عصرنا هذا في مقداره، اختلف الناس في عصرنا هذا في مقدار صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للموازين العصرية. فقال بعضهم هو 3 كيلو تقريبا، وقال آخرون 1.5 كيلو، وقال آخرون هو أقل من ذلك أو أكثر. عباد الله، سابعا، اختلف العلماء في دفع الزكاة بالقيمة،
فقال بعضهم: لا يجوز ذلك، وإنما يجب دفع طعام أو قوت هو غالب في البلد، أما دفعها بالقيمة فلا يجوز. هكذا ذهب إليه الجمهور، ورأوا أن دفع القيمة عدول عن المنصوص وهو لا يجوز. وذهب آخرون إلى جواز ذلك، ورأوا أن ذلك من باب تعميم المعنى وتوسيع الحكمة، وليس من باب العدول عن المنصوص، بل المنصوص معتبر، لكن الواجب يتأدى به وبغيره، يتأدى به أي بالقيمة، يتأدى به أي بالمنصوص وبغيره من القيمة إن أدت إلى ذلك المصلحة. ثامنا، لا شك أن لمشروعية زكاة الفطر حكما كثيرة، منها أنها طهرة للصائم وتزكية له من اللغو والرفث الواقعين في صيامه وليله وقيامه. ثانيا، أنها طعمة للمساكين في يوم العيد وإغناء لهم عن السؤال والتجوال في الطرقات في يوم العيد وإدخال السرور عليهم. ثالثا، أنه يحصل بها الأجر والثواب لدافعها إلى مستحقها في الوقت المحدود شرعا، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. تاسعا، وقت إخراج الزكاة، فيجب إخراج الزكاة قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس المذكور آنفا: فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن يجوز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين كيومنا هذا، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وكانوا يعطون الفطر، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك في نفسه، كما رواه أهل السنن ومالك في موطئه. لكن لا يجوز تأخير إخراجها عن الصلاة، فإن ذلك محرم في دين الله، كما نص الشارع في حديث ابن عباس المذكور آنفا: فمن أخرها عن الصلاة فواجب عليه التوبة، وأن يبادر إلى الإخراج عسى الله أن يغفر له ويعفو عنه. ومن العلماء من ذهب إلى أن من أخرها عن الصلاة ثم أخرجها بعد الصلاة فإنها لا تقبل منه كزكاة فطر، لكنها تقبل منه كصدقة من الصدقات، وهو الصواب لما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، رب قنا عذابك يوم تجمع عبادك.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارزقنا قلوبا تقية من الكفر نقية، لا كافرة ولا شقية، لا فاجرة ولا شقية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين حيثما كانوا، وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وقيامنا. اللهم اغفر ذنوبنا ما أعلنا وما أسررنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغل في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. عباد الله قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.